مساء الخير، اخباركم ايه؟ هنتكلم النهارده في فيديو كده مش طويل قوي، بس هيكون فاشن شويه فيما يخص موضوع وسائل منع الحمل contraceptive methods. في نقطه كان كذا حد سال لي عليها، قال لي دلوقتي انا كنت سمعت ان في وسائل طبيعيه ممكن اعتمد عليها في موضوع ان انا ما يحصلش حمل. فقلت لها اتس اوكي، عادي، في ناس كده بتمشي بالتكنيك ده، بس الفكره كلها ان التكنيك ده عشان يحصل لازم يكون ليه شروط معينه. ايه الحاجات دي او الفسيولوجيكال ميثودز الكونترسبشن او وسائل الطبيعيه لمنع الحمل؟ هم شقين رئيسيين، تمام. في شق فيهم بيعتمد ان انا في فتره انا ولدت وبرضع وعندي هرمون لبن كويس والرضاعه عندي طبيعيه مفيش مشاكل فيها خالص وكل حاجه تمام، والموضوع سفشن بالنسبه للطفل، ما محتاجش ان ادي حاجه من بره، فاذا هرمون اللبن عندي كويس بيأدي الغرض والرضاعه ماشيه بشكل كويس جدا جدا. فده شق. طب والشق الثاني حاجه اسمها كويتس انترابتس او كويتس انترفيرمنس، ان انا اثناء عمليه الجماع باجي قبل عمليه القذف بعتمد ان انا بيحصل قذف خارجي وليس قذف داخلي، تمام. الشقين دول وتحديدا الشق الثاني عشان اقدر اعتمد عليه كوسيله من وسائل منع الحمل الفسيولوجيه او الطبيعيه، لازم الست اللي تعمل كده يكون عندها دوره منتظمه. يعني ايه عندها دوره معروفه ان هي بتجيلها كل 28 يوم، عارفه بتيجي امتى، عارفه بدايه تبويضها امتى، والى حد ما ظروفها مستقره. بمعنى الفكره كلها في الموضوع ده ان انا باجي بقول لك والله انت النهارده هنفترض هنتكلم يوم 1 11 لحد يوم 28 11. يوم 1 11 ده يوم الاولاني في الدوره، فانا ببقى في الغالب الدوره دي عندها 28 يوم، هي عارفه كده ان هي كل شهر 28 يوم تنزل دوره، 28 يوم تنزل دوره، وهكذا الى اخره. في الفتره دي لو انت دورتك منتظمه وعندك بتيجي فرضا 28 يوم، عشان اعرف ميعاد تبويضك في الغالب بنقول ماينس 14، بنحسب 14 يوم من 28، اذا غالبا يوم تبويضك في اليوم ال 14 من الدوره. انا بحسب حسبه سهله اللي هو الايدل يعني 28 يوم، فيبقى تبويضك يوم ال 14. عشان يحصل حمل دايما بنحاول نخلي عمليه الجماع عشان يبقى الموضوع هدف الحمل في الفتره بتاعت اليوم ال 12 لحد اليوم ال 16، يعني قبلها بيومين وبعدها بيوم. بنحاول نكثف الجماع في الخمس ايام دول، 12 13 14 15 16، اثنين قبل اثنين بعد، واليوم المتوقف يحصل الموضوع بتاع التبويض. طب يا دكتور هل في علامات التبويض؟ قال لك موجوده، لكن هل هي موجوده مع كل الحالات؟ لا مش لازم. طب هل حضرتك لازم يكون عندك كل العلامات؟ برضه مش لازم، ممكن علامه اثنين ثلاثه، ممكن العلامات كلها، ممكن ولا علامه وستيل بيحصل عندك تبويض، تمام. ايه هي علامات التبويض اللي بعرف بيها ان بيحصل تبويض في الوقت ده؟ ان انا بلاقي ارتفاع بسيط في درجه حراره الجسم حسب سخونيه شويه، ممكن الاقي الم في البعد اليمين او الشمال او الاثنين حسب مين فيهم بيطلع، او لو الاثنين شغالين في نفس الوقت اللي هو وقت خروج البويضه. بلاقي الافرازات المهبليه بقت ووتري شويه عامله زي الميه، فدي بتعرفك ان الفتره دي مناسبه جدا لعمليه الجماع وترفع فرص حدوث الحمل في الوقت ده، تمام. بلس المستالجيا اللي هو بيبقى فيه الام وتقل شويه في الثدي، تحس ان هو تقيل عامل زي كيس الرمل شويه، انت حاسه ان هو حجمه وتقله زايد عن المعتاد اللي انت متعود عليه. دي علامات اللي بنقول من خلالها ان بيحصل وقت التبويض. هل كلكم كسيدات او كبنات لازم يكون عندكم العلامات دي موجوده؟ مش قاعده، في واحده عندها علامه، في واحده عندها اثنين، في واحده ما عندهاش ولا علامه منهم غير بس افرازات مهبليه زياده شويه عن العادي، فده مش مقياس قوي، بس احنا ممكن نعتمد عليه لو الحاله عندها العلامات دي. يبقى انا بحاول لو بدور الحمل ان انا اركز الجماع في الخمس ايام دول. طب انا النهارده يا دكتور مش عايز احمل، يبقى بعمل ايه؟ عندي بقيه الشهر قبل كده جماع عادي خالص من بعد وقوف الدوره، وعندي من بعد هذا الوقت او بعد الفتره بتاعت التبويض جماع عادي خالص لحد نزول الدوره الجديده، ما عنديش مشاكل. فدي وسيله بعتمد عليها لما تكون دورتي منتظمه كوسيله منع حمل، ان انا بدور على الوقت اللي انا عارفه ان هيحصل فيه تبويض، وقبلها بيومين بعدها بيومين بحاول ابعد عن موضوع الجماع خالص. فدي وسيله طبيعيه. طب الوسيله الثانيه اللي احنا قلنا عليها هو الرضاعه. طب دكتور هل دي اكيده؟ لا مش اكيده يا جماعه، وخصوصا كمان ان احنا عادي جدا وبنسمع كتير ست تقول يا دكتور انا اوريدي لسه واخده من فتره والحمد لله برضع والدوره مش موجوده، وفجاه الدكتور حاسه باعراض الحمل، فنيجي نعمل تيست الحمل نلاقي ست حامل وهي بترضع. فاذا الوسيلتين دول كويسين، بس مش وسائل مضمونه 100% او امنه ان انا اقدر اعتمد عليها في ان انا مش هيحصل حمل، مش قاعده 100%. طب يا دكتور حتى ايفن موضوع ان انا عارفه معادي كل حاجه تمام وبيحصل جماع بس انا ببعد عن الجماع الفتره دي، احنا قلنا قبل كده الحيوان المنوي بعد القذف بيبقى صاحي او قادر على انه يخسر البويضه في فتره تروح من 48 ل 72 ساعه جوه بعد عمليه القذف. يعني انت لو حصل ده بدري وارد جدا ما تبقى انه يعمل تقصير البويضه اثناء خروجها، فده برضه مش اكيد مضمون 100%. بلس ان في برضه نقطه مهمه جدا، اثناء عمليه الجماع بيكون في جزء من الاستثاره، فده بيخلي افرازات تطلع من العضو الذكري وهي ليست المني ما قبل المني، اسمها المزي، بيكون عباره عن افرازات شفافه بسيطه جدا. في بعض الحالات بيكون حتى الافرازات البسيطه دي ستيل فيها حيوانات منويه، وعشان يحصل اخصاب البويضه انا يكفيني حيوان منوي واحد يعرف يوصل لهذه البويضه ويعني ميشن اكومبلش جيم اوفر، فحتى دي مش مضمونه 100%. عشان كده دايما بنقول ان احنا لو هنتبع السياسه دي ممكن ناخد معاها وسيله كمان الحمل اللي هي بنسميها الوسائل الطريه او بنسميها اللي هي الامرجنسي بيلز،
احتياطيا تجنبا ان لو حتى بعتمد على وسيله طبيعيه لعدم حدوث الحمل، بنعمل معاها وسيله كده يعني ايه، هنقول عامل مساعد كاتاليست، حاجه كده بسيطه كمان يمكن تامن لنا الموضوع شويه. تمام، احنا بناخد اقراص الامرجنسي بيلز في خلال ساعتين من بعد هذا الاجراء، وتتكرر تاني بعدها ب 12 ساعه دبل دوز، وبعدها تاني ب 12 ساعه عشان يبقى الموضوع مضمون 100%. هيعمل بعدها بليدنج نازل عليكي، بس مشكله الموضوع ده انه على المدى الجاي مش افضل حاجه. طب يا دكتور، لو انا النهارده عايزه وسيله تكاد تكون احسن شويه، تمام، مش عايز استخدم لا لولب ولا عايز استخدم الهرمونز، في هنقول زي تشريط مهبلي ساعات بيستخدم، بيبقى فيه ماده مسؤوله ان هي بتعمل حاجه اسمها يعني سبريميسايد، هي بتقتل الحيوانات المنويه، تمام، اسمها اوتونوكسينول، موجوده في منتجات كتيره جدا جدا، ممكن نعتمد عليها تمام كوسيله تشريط من بعد هذا الاجراء او من بعد عمليه الجماع. دي بتحسن الموضوع شويه او بتضمن لنا ارتفاع فرص عدم حدوث الحمل لو احنا عايزين نامن نفسنا شويه كمان. فانا بقول وبوجه الحته دي، هي وسيله كويسه جدا جدا جدا، لكن ليها شروط خاصه عشان خاطر اضمن كفاءه هذه الوسيله، وابقى متجنبه او واثقه ان شاء الله ان شاء الله مش هيحصل حمل بشكل انا مش عايزاه او بشكل غير مرغوب فيه. طب يا دكتور، دلوقتي في حالات بتيجي تقول لي دكتور انا ولدت مره او اثنين او ثلاثه، وانا النهارده وصلت لمرحله انا مش قادره او مش عايزه يحصل حمل. في الحالات اللي زي دي هي واخده خلاص، هي كونفيرمد وهي واثقه ومتاكده ان انا مش عايزه موضوع تاني. طبعا لازم يكون في كونسلتيشن مع الزوج كمان ونشوف رايه، لان الموضوع لازم يكون في موافقه الطرفين. فوالله الاثنين اتفقوا ان احنا لا، احنا مش عايزين حمل الفتره الجايه، وعايزين نعمل وسيله توقف الموضوع ده خالص، بحيث ان احنا نتجنب فكره ان انا ابقى قلقانه من المواعيد والكلام ده كله، اللي هي بتبقى حاجه اسمها ستيرلايزيشن، هنعمل عمليه تعقيم تمام للحاله عن طريق ان انا بعمل لها ربط الانابيب او فصل الانابيب. تمام، الحالات اللي زي دي هي عمرها ما هتحمل بالطرق الطبيعيه العاديه عن طريق الجماع العادي، لكن برضه ستيل في فرصه ليها لو هي بتفكر او حتى رجعت في كلامها بعدين ان احنا نعمل حقن مجهري. هنا بقى تيجي جزئيه الحقن المجهري، انا خلاص الوسيله الطبيعيه او الناتشرال واي اللي بيحصل منها الحقن عن طريق العلاج، والحقن المنوي يخرج يفضل ماشي جوه يوصل لحد الرحم، يعدي يوصل لحد الانابيب، لان الاخصاب بيحصل في الانابيب، فانا قفلت الانابيب، ده المكان اللي بيحصل فيه التقاء ما بين البويضه اللي خارجه من المبيض والحيوان المنوي اللي جاي من تحت، فانا قفلت الكونكشن دي، قفلت الوصله دي. تمام، لكن هل قفلت الموضوع تماما؟ لا، لان ستيل المبيض موجود وستيل بيطلع بويضات، وفي نفس الوقت برضو الرحم لسه موجود وكل حاجه تمام. بس هنا بنضطر نتابع او نلجا بقى لو انت حبيتي بعد ما خدتي قرار زي ده، دكتور انا عايز احمل، خلاص يا فندم هنعمل حقن ميكاني، احنا بنعمل ليه ترشيد، نسحب البويضات من المبيض نطلعها بره ونعمل تلقيح خارجي، وبعدين نعمل اعاده زراعه الاجنه جوه الرحم، نعمل سكيبنج للكونكشن دي، خلاص الابوه مش موجوده، فانا هدور على وسيله ثانيه، فبيكون الاوبشن المتاح في الحالات دي هو ان انا بعمل ايه؟ بعمل الحقن الميكاني. فدي اتمنى تكون وصلت الموضوع بشكل لطيف وفهمنا الفكره ماشيه ازاي. تمام، وزي ما قلت لكم هي وسيله مش وحشه، لكن مش وسيله انا اقدر اعتمد عليها او مضمونه بنسبه كبيره، لان فرص الحمل برضه فيها ستيل ممكن تحصل، يعني مش هقدر، مش زي مثلا مقارنه باللولب، او مش مقارنه بالادويه الهرمونيه بتاخد بشكل منتظم، ولا قويه مقارنه بموضوع ان انا بستخدم التشريفات او الاخر من الكلام ده كله عشان خاطر اعمل قتل الحيوانات المنويه، مش مضمونه 100% او برضه استخدام الكاندوم. فدي مش وسيله مضمونه 100%، لكن ستيل وسيله من الوسائل المتبعه، وزي ما قلت لكم هي ليها شروط. اذا تم توفير هذه الشروط، اذا ان شاء الله الدنيا تبقى سهله، لكن ما ينفعش اعتمد عليها لو انا دورتي مش منتظمه او مش عارفه موعدها بالظبط، او بقى لها فتره بتنقطع وبتيجي بشكل غير منتظم. تمام، ميرسي جدا جدا ليكم، شكرا، واتمنى تكونوا استفدتوا بالفيديو، وستي تيوند فور ماتش مور فيديوز هتلاقيها موجوده ان شاء الله على الشانلز بتاعتي، على منصات فيسبوك، انستجرام، تيك توك، وكمان موجود على اليوتيوب. واليوتيوب هتلاقوا عليه كمان العمليات الاوبريشنز بتبقى موجوده فيها، سواء بقى قيصريات او تجميل او عمليات التصليح، هتلاقي كل التفاصيل بتاعت العمليات موجوده بشكل واضح جدا جدا ان شاء الله على اليوتيوب، عشان البوليسي بتاعت التيك توك بتمنع ان احنا نحط الحاجات اللي فيها بلاد والكلام ده شويه. ميرسي جدا جدا ليكم، ونلتقي قريبا ان شاء الله.